استنى بس احط الحزام اهو. بالراحه. روح يا منى، ده اخواتك يا حبيبتي، الاكل خلص. لما اخلص اللي في ايدي. بالراحه يا بنت، هتقطعي شعري. ماشي يا زيزو. خلاص خليك انت بقى وانا اروح اناديهم. بلاش المشوار ده. انت يا واد يا سيد، اطلع يا واد الاكل. هو ده الشغل يا بنت، ضربه واحده ونخلص. طب خد الواد بلال معانا. ما ينفعش. فين الشنطه؟ اللي عايز ياكل واللي مش عايز ان شاء الله ما عنه كلب. ايه ده؟ ما تخافيش، ده اوانطه صوت بس اهو يخوف. هات الشنطه. سلامة الله يا اخويا، ربنا يستر طريقك. ربنا يوفقك يا رب. ايوه حبيبي. لا اطمن، المراكب لسه واصله حاجه طازه كستره. ايوه. ده كلام برضه يا رجاله. اول يوم اجي لكم القسم تنزلوني مأمورية وش على طول كده؟ انت لسه شفت حاجه؟ الدايره صعبه يا ابو صلاح. لا 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 يا نهار اسود، ايه ده؟ ايه ده؟ اقف 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 اقف. حاضر. اثبت مكانك! اثبت! اثبت! عبد منصور ولا سعيد منصور السنكري توفى الى رحمه الله، والخارجه بكره بعد صلاه الظهر. شارع سماح. باسم الصليب، هو مال الموت بيحوم حوالين الحاره كده؟ خش انت حمل كراسي علشان توديه لعمك سعيد. يا عباد الله وحدوا الله. عبد منصور ولا سعيد منصور السنكري توفى الى رحمه الله. منصور ابو سعيد، فلوس الجمعيه، فلوس الجمعيه. يا خرابي يا خرابي يا اختي، فلوس الجمعيه. بنت جوازتها باظت، اعمل ايه؟ يا نهار اسود. قومي يا صفيه ندخل جوه المكتب. الاقيها منين ولا منين؟ قومي يا اختي، قومي يا اختي عشان ما ترميش عليك الناس. استريح استريح. هات الكوبايه. تفرش بكحاره ولا نص حاره؟ لا حاجه على الضيق كده. طب يلزمك بوفيه؟ عمنا ابو فيه ولا يحزنون، هو موت وخراب ديار. ماشي يا اسطى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. دوام لله يا سعيد، شد حيلك كلنا له. شد يا سعيد، شد على الله. استلم. بالله مش عايز اي حاجه، اي خدمه، اي مساعده. خيرك سابق يا استاذ سباق. هتدفن امتى ان شاء الله؟ مش هدفن، استنى ما يجوا امامي بالبلد. وماله، مع ان اكرام الميت دفنه، احنا عندنا بكره بطوله هيروح في ميعاده باذن الله، ملناش دخل في كده. طب يا اسطى هشد انا. ماشي يا اخويا. انت قلت ايه يا ابني؟ هشد انا؟ ايه اللغه دي؟ احنا قاعدين في غرزه، ما تنقي ملفظك يا اخي. هشد انا؟ الدنيا اللي بقت كده يا استاذ. دنيا ايه اللي بقى كده؟ ده انتوا اللي خليتوها كده. لا حول ولا قوه الا بالله، كلام فاضي. وانت تشرب سيجاره، احترم القران يا اخي، ارمي السيجاره دي عيب. صح. عيب اللي بتعمليه ده يا سناء يا بنتي، حرام عليكي كده، حرام. بنته يا استاذ تمام، بنته. بس بس يا اسطى، وحد الله، قول يا رب كل لا الباقيه في حياتك. ابويا يا استاذ تمام، ابويا. كده يا سعيد، اصل طولك، امال ما تفرجش الناس عليك.
اله الا الله. الحمد لله يا اخويا، الحمد لله. وحدوا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انت بتعمل ايه يا فتحي انت كمان؟ اقعد اقعد. الله يرحمه، قلبه كان حاسس انه هيموت. قال لي يا سامية انا حلمت اني لابس ابيض فابيض وماشي في خضره وسط. اسكتي ما تقوليش لحد، ده حاجه حلوه قوي. والنبي ده في منزلة عالية في الجنة ونعيمها يا حبيبي، في الجنة ونعيمها يا اخويا، في الجنة ونعيمها يا اخويا. يا اختي استهدي بالله استهدي بالله، ادعي له ان ربنا يسامحه ويغفر له بدل ما ترعي بالصوت الحياني ده. يا جماعه والله ده حرام، الموت مش بعيد عننا، ده ممكن نفس ما نلحقش ناخده كمان. صلوا على النبي. عشان كده لازم نأمن نفسنا في الدنيا دي من صلاه وعباده ونطيع ربنا ونتصدق على قد ما نقدر. ما نستناش بقى اولادنا لما نشحت منهم صدقه ولا دعوه. عشان كده الميت بتتقطع كل صلته بالدنيا الا الصدقه وولده صالح يدعي له. نيجي على مراته وقولي لها دلوقتي. ينفع دلوقتي؟ استهدي يا اختي كده بالله عشان صحتك يا والنبي كان حنين. نبي يستاهل القهر الله يرحمه. بل وحياة ربنا ده كان دايما يعمل جمعيات يفك بيها زنقه المحتاج. حرام عليك يا صفيه يا منصور. انا بهجأت يا شيخ يا حاجه بس خطفت يا منصور. صلي على النبي. خطفت يا اخويا يا حبيبي يا لهوي. لا اله الا الله. اسكت يا سعدية، فلوس الجمعية بدنها راحت. يا لهوي شقى 6 أشهر ضاع. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. أقول إيه لعبد الله يا صفية عندك عيش ناشف؟ أصل أنا عاملة ناب. دوت يا منصور، دوت تموت فيها منصور. ليه يا منصور يا لهوي؟ دوقته يا لهوي يا لهوي. ايوه اتنيلت. ادي الاسود ده بالله من لابساه. اكل حقي بلاش علي قبل ما يموت يقول لاي حد عليه ايه للناس. ما عندكيش حاجه عايزه تلبسي اليوم ناخدها لك بالمره؟ مالك ياما؟ مالك؟ مفيش. رايحه شوفي بتعملي ايه؟ بتعيطي
اتاخرتي ليه ياما عشان فلوس الجمعيه؟ يا اختي قطعه الجمعيه اللي عايزها. ياما انت ما بتطلبوهاش من ابنه ليه؟ يا بنت سيبيني في حالي، ما تخلينيش بقى على نفسي جزمه واولع في روحي. خليكي كده ياما، خليكي كده انكتي في نفسك. مش عاوزه اتجوز ياما، مش عاوزه اتجوز، ريحي روحك. أستاذ سعيد، الباقية في حياتك يا اسطى. حياتك الله يا صلاح. لا مؤاخذة يا اسطى، بس كنت عايزاك في موضوع كده. خير يا صلاح؟ بص يا اسطى، الجمعية بتاعت أمي اللي هي كانت عاملاها مع المرحوم أبوك، هي بس كانت مكسوفة تكلمك، بس ده دين عليه، يعني لازم تسدوه. انتوا ايه يا ناس؟ مفيش حد في عينيه حصوة ملح. الراجل لسه دمه ما نشفش في تربته. فلوس اللي عايزاها امك يا صلاح. يا اسطى هو انا جاي اشحت منك، هو كان ايه اللي حصل؟ انا بقولها اهو قدام كل الحاره، محدش يسالني في فلوس عند ابويا، والدكانه اهي قدامكم فاضيه على فاضل الكريم. وابويا الله يرحمه ما جابش سيري لا جمعيات ولا بوتيكات ولا يحزنون يا ست صباح. صلى على النبي يا سعيد. واحد كده يا بنت. طب يا مصطفى في يوم انا بطلب حقنا. بس يا ولادتي وهي لك حال كسر حقك، كنت حد قالك اعملي حاجه؟ يا كفننا يعني مالناش راجل. خلاص يا بنت ما تدفنك هنا. خلاص ياما عايزين حقنا ياما. كسر حقك امشي خشي جوه. تاخدي معايا نصين كبده انت كمان؟ لا يا اختي كبده ما بتحبنيش. اختي انا باين نسيت البوك بتاعك في الفرشه هناك. انت يا وليه بتاكلي تطوره؟ يلا بينا نروح نجيبه بسرعه قبل ما لا حد لا لا يلقط. لا نروح ايه؟ روحي انت برضه تروحي تشوفي بيتك. روحي لا هاجي معاكي حد يلقطه. يا اسمعي كلامي بس، انا كده هجري كده واروح اجيبه واجي. طب هاتي القفص اما ارميهولك في الحوش. طيب يلا يلا سلام. اجري بسرعه الرب حارسك. اتأخرتي ليه ياما؟ خضتيني عليك. اللي حصل خشي. قلقتيني عليكي ياما. خالتي سعدية قالت لي انك نسيتي البوك في الجامع. لقيته ساب الباب مفتوح ليه؟ دي البت سعاد كانت قاعدة معايا ونسيت تقفله وهي ماشية. ايه ده ياما اللي في الكيس؟ مالكيش دعوه، شويه خضره. خشي نامي، مش مكفيكي سهر. يلا اديني داخلة اهو. صباح على خير. خشي من الاكل. جوز عم يا بيه عبد الباسط والطبلاوي معايا السديس. جزء عمه عبد الباسط والطبلاوي. أجزاء السيرة أجزاء السيرة يا بيه. خدي. عايز الأجزاء كلها؟ لا دي علشانك مش 10 رايح. لا يا أخويا أنا بشتغل، حد قال لك إني بشحت؟ خليهم لك.
عبد الباسط والطبلاوي. مالك لو يا بوزك ليه؟ مخنوقه يا اما، بقالي ساعتين وما بعتش غير شريط واحد. خدي اديني والنبي شرايط المزيكا. خدي ربنا يفتحها عليكي. يلا ابعت ابعت يا رب. واخد اجازه وقاعد في البيت، ده انت جاحد. عايز نعمل ايه يعني؟ اطلع اسكندريه يومين اغسلنا فوخه. صورة الراجل اللي مات ما بتفرقش عينيا. انت بس عشان اول مره تضرب حد بالنار. وانت بقى اللي ضربت ناس كتير ياما بالنار. يا عم ده تاجر مخدرات حلال فيه المور. في رقبتكم عيال. انسى بقى ابو صلاح، انسى. ازيك يا حاج؟ قول يا اخوي، لحسن من ساعة الموضوع ده وعينه ما شافتش النوم. هو بس يغير جو وينزل من البيت ويبقى تمام. اقعد بس اشرب الشاي بتاعك، اقعد. بقول لكم يا ولاد، تحبوا اعمل لكم لقمه كده تاكلوها؟ لا متشكرين يا حاجه، لسه واكل. شكرا يا اما، سيبينا لوحدنا شويه. طيب يا حبيبي. اشرب الشاي. انا عرفت ان الراجل اللي مات ليه بنت كبيره هي اللي بتصرف على العيال. بنت بتسع بشارات في جامعه الدول، وكانت بتطلع مع ابوها في التوزيع. انا شفتها مره في المراقبه، بس كانت لابسه شرب على دماغها، ما عرفتش شكلها بالظبط. بنت حلوه خلي بالك. وانا مالي حلوه ولا وحشه؟ ابوها مات وخلاها تشيل المسؤوليه. يا عم روق بقى، انت مش وراك كليه؟ ما بتروحش ليه؟ ولا كسل؟ لا اكسل ايه؟ ده مستقبلي ما انت عارف. طب يلا يا عم بقى عشان تعلق الدبوره وتفرحنا. اعمل لك شاي تاني يا بلال؟ لا ده انا بشربه دلع كده يعني. الظبط منك له ذاكر. في ايه ياما في ايه؟ العيال بتنام على روحها وهي بالذاكر. ما هو من كتر جريهم في الحاره طول اليوم. هم دول بتوع مذاكره ومدارس، دول مش نافعين في اي حاجه. قوم يا واد، قوم منك له، يلا اتخمدوا. ما عرفتش حاجه يا بلال؟ مكتمين على الخبر. طب بقول لك ايه، مفيش حد كده نديله قرشين ويعرف لنا مين كان يوميها موجود في الكمين؟ يا خبر بفلوس بكره يرخص، وهعرفه يعني هعرفه. ما خلاص يا بنتي بقى، كفاياكي بقى. ما هو سهل عليك انت ياما، سهل. مين قال انه سهل؟ بس هنعمل ايه؟ العمل عمل ربنا. تصبحوا على خير بقى. ما انت قاعد. معلش عشان عندي مصلحه بكره، تصبحوا على خير. بقول لك ايه؟ مش هوصيك لو شميت اي خبر. قول يا رب. يا رب. روح ربنا معاك يا رب. فتحي، مالك يا اخويا؟ مالك يا اخويا؟ فيك ايه؟ قوم. تعبان يا سناء، مش قادر اروح. يا لهوي، ده الواد لما جه قال لي عم فتحي تعبان، قلبي وقع في رجلي، قمت جيت لك جري. طب قوم اتسند عليا، مش هتحس بحاجه. مش قادر يا سناء، سكاكين بتقطع في ظهري. لا حول الله يا رب. انا على فكره موصيه الدكتور عطيه اول ما يجي له الدواء ده يبعت لنا شريط منه على طول. ريت على الدكتور عطيه وسنين الدكتور عطيه. البرشام بيتباع في الروشته ب 10 جنيه وبيبيعوا للمدمنين ب 40 جنيه. هيديهولي. الله يقطع المدمنين وسنينهم. انا عارفه بس الحكومه سايباهم ليه؟ سايباه وسايبه امثاله. ما الدنيا عايصه والغلبان بيموت. معلش قوم يا فتحي، قوم بس استحمل، قوم اتسند عليا. عفاية واحدة بس هتريحني. أنا ما نمتش من امبارح يا سناء. يلا يا فتحي. معلش يا اخويا، اتسند عليا. يا رب. قفلنا يالا، زق عجلك بدل ما اخرج 13. السلام عليكم، أنا تمام يا دكتور عطية. أهلا 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 أهلا.
عدم المؤاخذه مولانا ما خدتش بالي والله. ولا يهمك. اتفضل يا مولانا زيد فضلك يا اخويا، انا لقيتك صليت العشاء ومشيت على طول، قلقت قلت اجي اطمن لا يكون في حاجه. لا ابدا، سلامتك يا سلام، انا كان عندي بس شويه جرد. ربنا يعينك، ما هو جرد الصيف اشد من برد الشتاء. حلوه. اتفضل يا مولانا اتفضل. الله يبارك لك يا دكتور عطيه. الحقيقه يا دكتور انا قلت بالمره اسالك في موضوع شاغلني كده شويه. خير؟ لا خير ان شاء الله. انا سمعت عن برشام طلع في المقدر جديد موجود في السوق اليومين دول وشباب كتير بياخده، اسمه ترامو طراوه. ايوه عاوز شريط ولا علبه؟ لا عاوز ايه يا دكتور عطيه؟ انا عاوز اعرف هو البرشام ده بيعمل ايه بالظبط؟ ده مسكن بس سحر. طب لو هو مسكن وبس ليه نزل جدول واتمنع؟ اصل بعد عنك العيال الصيع بياخدوه يعملوا بيه دماغ، بس انا قطعه بقى من عندي. تشرب شاي ولا قهوه؟ لا كتر الف خيرك، العيال حاطين العشاء. طب حاجه ساقعه؟ لا والله مش عايز حاجه خالص، انا عايز بس افهم البرشام ده ايه تاثيره؟ فيه ادمان؟ الله، اي حاجه كترتها تعمل ادمان، حتى الشاي. لا حول ولا قوه الا بالله يا رب. يعني هي الناس ناقصه؟ دي الناس ما بقتش دريانه. ده بعيد عنك بيهرج جدا كمان. يا ساتر يا رب، ربنا ينجينا. طيب اتكل على الله انا بقى. اظن بقى ده يعني موضوع خطبه الجمعه الجايه، مش كده ولا ايه؟ يعني ربنا يسهل ان شاء الله. كده نخلي الناس تتوعى؟ ما بلاش لا العيال الصيع دول يحطوك في دماغهم يلا السلامه يعني ولا حاجه كده، ما انت عارفهم. لا ما تخافش، انا مش هجيب سيرتهم. طمن يا دكتور عطيه، انا فاهم كل حاجه، اطمن. طب اقعد خد الشاي بقى. دقيقتين بس يا رجاله. دي اللي جابك هنا؟ عاوزاك. انت هتصعبطي ولا ايه؟ شوف لي 50 جنيه. انت جايه تقلبيني ولا ايه؟ خلاص مش عايزه. ما جالي يا بت. انت عارف بس بتستهبل. جاي اشوفك يعني فيها حاجه دي. انت ايه؟ ما بتزهقيش؟ تعالى توصل نفسي كده. امسكي ادي 20 جنيه ايه؟ يلا روحي بقى، روحي ولمي نفسك. احبك يا شوي لما تقولي لمي نفسك. حاضر هروح. هترجع امتى؟ انت مالك انت مالك ارجع امتى؟ انت مجنونه يا بت. امشي روحي يلا. ماشي، خلي بالك من نفسك. مش هخلي بالي، انا هولع في نفسي، هموت في نفسي هنا. يلا يا بت بقى، يلا امشي ما تخنقنيش. بعد الشر عليك. ليه يا بت؟ امشي يلا امشي، روحي يلا امشي. سلام يا رخي. يلا يا رجاله تاني. معلش انا بس كان يلا ازيك يا عم بركه؟ ازيك يا جمال؟ ابوك فين امال؟ لسه في الورشه. يبقى سلم لي عليه. حاضر. يلا قول له اولع لك النور اهو اداك السين. اصابه يا ولاد. ايه يا بيتا مالك مضلم الدنيا كده ليه؟ يلا بالراحه الدنيا ملبشه اهو. ليه؟ ايه؟ هو لسه نازل قدامي على الباب بيشك فيا عشان القرف اللي مرمي على الارض ده. ومين دول العصابه؟ الولا جمال بيصفر الواد بيتا والتاني بيولع له النور عشان يدخل له. يابا سيبك منهم، العيال دي شمال. شمال ولا يمين؟ احنا مالنا؟ جبت حجرين خبطتهم من جيب ابويا. يعني اغمى ابوك بيجيب من بلبل، وبلبل ده حشيشته كلها مضروبه برشام. برشام احنا مش لاقيين، راكب فيها يابا؟ راكب ومدلدل. هات امسك. ايه ده؟ دي البت سميره اجيبها؟ يعني ايه بقول لك ابويا مراقبني يعني ايه؟ طب خلاص هصرفها. الو يا سوسو، معلش الدنيا اصلها معتمه اليومين دول، هكلمك انا حته. سلام على مهلك. بقول لك ايه؟ غاية ماتش. تعالى للشفشنج. خش على ميسي ده عمره ما يتنسي. يلا. طبعا ما تشرب الشاي.
10. ابا انا هجيب النهارده كمبيوتر. ما تجيب حد عايشك. تطلع بكام الكمبيوتر ده؟ قسطه مريح قوي. هاته على الاقل يريحك من الفلوس اللي بترميها كل يوم في النت. هاتوا ايه العلق؟ هجيب لك انا ابا. عصابه. استلم يا باشا. مالها دي؟ مصنفات. وده اللي حاصل. دي شويه شرايط بسترزق بيها وبعدين خلاص جت عليا انا. ده انا بجري على تاني. بس يا بنت صلاح. يا باشا شوف لك سافر في المحضر ده وانا داخل الحمام. ماشي؟ ماشي يا باشا. خلاص انت يا يوسف روح وانا خلاص المحضر. ماشي. اسمك ايه؟ منى عباس احمد. منى ايه؟ عباس احمد. معاك بطاقة؟ ضايعه بس معايا صورتها. طب بدل انت مفتحه كده يعني وشغاله في الشرايط المضروبه، ما لقيتيش غير المهندسين تروحي تسرحي فيها؟ ما تروحي اي منطقه شعبيه عشان ما حدش يشوفك. شعبيه مين يا باشا بس؟ مين هيدفع لي 10 جنيه في الشريط في المنطقه الشعبيه؟ ما هو لا مؤاخذه ما بيدفعوش غير في المهندسين او الزمالك. شكلك كده مش وش بهدله. هعمل لك محضر اساعدك فيه. اقعدي. تسلم يا باشا. هكتب لك محضر وان شاء الله رئيس المباحث يمشيكي من هنا، ما تروحيش النيابه. تسلم. قلت لي اسمك ايه؟ منى. منى ايه؟ منى عباس احمد. احمد اعمل لي شويه قهوه. بقول لك عبد الله بالليل على 11 كده في نقلة راتب، صحصح معايا. بره ولا جوه؟ بص هم دافعين للحي حق نقله وهم 5 نقلات. ايوه كده حركنا، خليها تفك. عايزك بقى ما تجيبش عمال معاك. ما مين اللي يرفع الراتب؟ انا هبعت لك عيلين من عندي تدي للنفر فيهم 20 جنيه في النقله. 20 جنيه كتير. حلو ما تطمعش. امتى بقى نطلع من عربيه الزباله دي ونشوف لنا حته عربيه اجره كده ندلعها وتدلعنا؟ هيحصل حلاوه بس انت ركز معايا، الحي ده ياما طلع ناس للسما. ما خدناش على المجاري وعلى يدي. مين؟ حكومه. صباح. الو. صبوحه. يا عبد الله الحان امي تعبانه قوي. معرفش انا مالها الكارت هيخلص. النبي اديني الو. الو. خلص. يا رب. استحملي ياما. مش قادرة يا بنت. روحي بتروحي يا بنت. بعد الشر ياما عني. قومي ياما البسي. مش قادرة. قومي البسي يا عبد الله جاي هيودينا المستشفى. مش قادرة اتحرك يا بنتي. قومي ياما اسم الله عليكي. الحقيني يا بنت. اللي جرالك بس ما انت كنتي كويسة. مش عارفة يا اختي. تعالي ياما. مش قادرة اقف يا بنت. الحقيني يا بنت اسنديني. ان شاء الله خير ياما ان شاء الله خير. دكتور قال لي الكلى تعبان. ما صدقتوش. قومي ياما اسندي عليا. قوميني يا بنت. اسندي عليا ياما. اعمل لك حاجة تاكليها؟ مش نفس. قومي ياما. يا لهوي. طب البسي ياما. البسي. الحقيقة. البسي ياما. ايه ده يا بنت؟ في الشبشب الاسود. اتقطع مني ياما وانا داخلة بيه الحمام. وانا بيتدخل بيه الحمام. هتوديني المستشفى بشبشب احمر يا بنت. معلش ياما. امري الى الله. استني. اسندي عليا. احمر. يلا يا بنت. البسي ياما. امري الى الله. يلا ياما. ولا قولي لي يا اختي عامل معاكي ايه؟ بيديكي مصروف؟ هي 10 جنيه يتيم وعايز يجي يلاقي المحمر والمشمر والطبيخ. قال يعني ما هوش عارف انها ما بتكفيش حاجه. طب وانتي بتعملي ايه؟ هعمل ايه؟ اهو يوم فول بقوطه، يوم فول نابت، يوم عدس، يوم بصاره.
اطبخي يا جاريه. منين يا سيدي؟ والواد جمال عامل معاكي ايه؟ اهو عيل، هعمل له ايه؟ بس عينه تتدب فيها رصاصه في الراحه وفي الجاي. هعمل ايه يا سناء؟ هروح فين؟ بس يا حبيبتي بس. ايه ده؟ انت خلاص قلعت الاسود يا ست ساميه؟ لا لا يا اخويا، انا بس كنت بغسل، هقوم اغير اهو. حاضر. ازيك يا سناء؟ نحمده. ايه توك ما افتكرت يا اختي؟ ساعة ابوك الله يرحمه يعني محدش شاف وشك. الدنيا تلاهي يا سعيد، وبعدين على الاقل انا بروح للتربه. اخس عليكي يا سناء، ليه ما بتقوليش نيجي معاكي؟ يا اختي اللي عايز يروح ما بيستناش حد. استنى يا سعيد، عايزاك. خير اتفضلي اتكلمي، مفيش حد غريب. عايزين نشوف محامي ونعمل اعلان وراثه، ولا هنفضل نستنى كده كتير؟ اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. منين يا اختي بتروحي له الترب، ومنين انت حنينه قوي عليه وبتتكلمي في الميراث وابوك لسه ال40 بتاعه ما عداش؟ الحزن في القلب وربنا عالم بالقلوب، لكن كمان على رأي المثل ان كنتوا اخوات اتحاسبوا. حساب يوم الحساب يا اختي، انا مش هفتح بقي بكلمه الا بعد ال40 حسب وصيه ابويا الله يرحمه. لا هو كان ابوك قال لك استنى ال40؟ قال لي روحي اساليه. ماشي يا سعيد، نستنى ال40 اهو مش بعيد، ولا انت مش واخد بالك؟ لا يا اختي واخد بالي، وحاسبها بالدقيقه والساعه والثانيه. اسم الله عليك، فوتكوا بعافيه. الله يعافيكي. اقعدي تتغدي معانا يا سناء. يا اختي ما طلعتش من بوقي صاحب البيت. هعزمك في بيت ابوكي، انت اللي قلبك كله سواد. ربنا عالم ما في القلوب. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختي. مع السلامه يا سناء. استغفر الله العظيم يا رب. مساء الخير يا اما. اسمها سلام عليكم يا اخوي، انت شايفني لابسه برنيطه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حاجه. يا سلام، اتريق يا اخويا اتريق. صفيه عامله ايه؟ بعيد عنك يا اما، الكلى بتاعتها مفشفشه. معلش يا اخويا، عندها واحده تانية، بس انت قول لها تبطل اكل السوق. عملت ايه يا واد؟ ابطلي المعاش؟ وكان معايا، ما اعرفش راح فين هو. لا ده انت نهارك يبقى اسود. على اسود يا رب. اهو ها اتفضلي يا اما. ايوه اتفضل. اسمع، لو جراله حاجه تاني البنطلون مش همد ايدي عليه. ايه ده يا واد؟ دول ناقصين 20 جنيه. ما انا جبت شويه عصير وانا عند مصباح في المستشفى. طب وانا مالي؟ مش نسايبك، ادفع انت. لما اقبض هديهم لك. مفيش مرة يا واد تقبض لي المعاش وتجيبه سليم ابدا، لازم تعفرته. يما دول 20 جنيه يا امي. 20 جنيه يا امي؟ طب يا اخويا ما دفعتهمش انت ليه؟ لازم تفنجر على حسابي. يا رب هتدعي عليا يا واد. انا بقول يا رب، ما اقولش يا رب. ال20 جنيه دول يكونوا عندي بكره. هيكونوا عندك بكره وفوقيهم بوسه. بوسه؟ لا انا كنت فاكراك هتقول لي فوقيهم 20 جنيه زيهم. انما اعمل ايه؟ كلمه الحق تقف في الزور. وادي البنطلون. سيبيني انام شويه بقى الله يكرمك. انام. هات الراديو ده يا واد. لا قادر الراديو. اتفضلي الراديو. على مهلك. ايه ياما في ايه ياما؟ في حاجة يا جدع؟ لا مفيش. ما دام مفيش بتحوم ليه حوالين المنطقة؟ انا قلت لك مفيش حاجة يا خفيف. انت عبيط يالا، ما انت منين؟ جرى ايه يا بلال؟ جرى ايه؟ الباشا البلوكامين الجديد بتاع القسم. ها؟ لا مؤاخذة يا باشا، اتفضل. اتفضل يا باشا، اتفضل. اتفضل. اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل. يا ساتر. اتفضل.
مؤاخذة. هقوم اعمل لك شاي. لا شاي ولا حاجة، الواحد نفسه مقطوع طول النهار من الشاي. طب انزل اجيب لك حاجه ساقعه. لا ساقع ولا سخن، اقعدي معايا شوية. معلش بقى البيت مش قد المقام. لا ده حلو قوي. دي صورة ابويا، الحكومة قتلته. ده حد من عندكم الاسم، ربنا ما يكسبه يا رب. اتفضل اتفضل اتفضل. معلش بقى تعبتك في المراقبة. وانت عرفت اللي انا كنت براقبك ازاي؟ ما هو الباشا رئيس المباحث لما قال لي امشي انا بصراحة ما صدقتش، وانا ماشية كده كنت حاسة ان في حد ماشي ورايا. لا ما حصلش كده، هو مش شاكي وخلاص. امك دي؟ دي امي واخواتي الاتنين. ابويا سابنا بقى الله يرحمه نقعد في الدنيا. مين معاكي يا منى؟ ده صلاح باشا ياما، هو اللي خرجني من القسم وجي ورايا عشان يطمن عليا. على فكرة سعادة البيه وشرف النبي، بنت بتشتغل بشرفها وملهاش في الشمال. معاك موبايل؟ ساعات، ولما بتزنق ببيعه. طب امسكي، الكارت بتاعي فيه كل الارقام بتاعتي، لو احتجت حاجة كلميني. ده انا هدوشك. ايه يا بيه؟ ايه يا بيه؟ مالكيش دعوة انت. لا مفيش داعي يا بيه. حاجة بسيطة للعيال. امسكي. كتر خيرك. السلام عليكم. حاجتك يا بيه. لا مؤاخذة. السلام عليكم. شرفت. تسلم خطويك يا بيه. شرفت ونورت الحته. خلصنا يا كابتن بقى، ما كانتش كارده دي. يا عم الصبر دي اللي بكلمه اهو الصبر. يا لهوي يا نصاكي، اهدى انت يا عم اهدى. ايوه يا سامي ازيك؟ انت فين يا عم؟ يا عم انا قاعد مقدر الناس هنا، ما تنجز بقى. طب اديني واقف مستنيك اهو، يلا سلام. انت ايه اللي جابك هنا؟ قلت لي اقعدي في البيت، قعدت من ساعتها لا بترد على تليفوناتك ولا سائل فيا. يا بنت هو انت مراتي؟ مالك في ايه؟ وبعدين ايه؟ انت قافشه عليا زله. يعني كلامك اتغير يا شوقي. ايه اللي اتغير؟ هو انا كنت وعدك بالجواز ولا كان في ما بيننا مصلحه؟ افهمي انا زي اي حد في الحاره هنا، عايز ماشيك يبقى تمام، عايزك تمشي عدل، وانا مش هقول لك الكلام ده تاني. وانا مش هتغير يا شوقي. خلاص ولاعب جاز. ماشي يا شوقي ماشي. ايه يا عم روميو؟ لا مش انت فين يا عم؟ معلش المواصلات بس انت عارف. طب يلا بس استنى بس، انت واخدنا على فين؟ هاخدك على فين يعني؟ على فرح. ويقعد بقى يعمل ايه في الفرح ان شاء الله؟ يا عم العريس عايز يسمع عود، انت مالك؟ انت مالكش فيه. يلا يا عم. خلاص ايوه يلا يا رجاله. السلام عليكم. تعالى اتفضل. السلام عليكم يا رجاله. السلام ورحمه الله وبركاته. يا ابو الشور، البنت تاني دي قفشاك، عايزه منك ايه؟ قلت انا صاحبك. هي بترازيني وخلاص. ايه ده يا ناس؟ لا ما تروحش تقول لابويا حاجه. يا عم انا ماليش لازمه في الفرقه دي. انا قايل لك العريس عايز يسمع عود يا اخي، هو دماغه كده. يا عم سمسم من ساعه ما عمل اللحن الجديد اللي محدش سمعه وهو معرضها علينا. يا عم انا نراكوا ده من ساعتها ما عملتش لحن تاني. ورحمه امي ما انت عامل اي حاجه في حياتك. ماشي يا عم الموسيقار. يا بنت تعويره ماشيه رايحه فين دلوقتي؟ يا بنت اركبي علاجك معانا. ده تروح تديه لهم. عشان ناوي تستلم بيها ايه؟ مش جايه؟ دول تروح تمسح بيهم وشك. يا بنت اركبي حاجه نخف من الشارع، مش هتلاقي الزبائن دلوقتي. ايوه بقى هو ده الكلام الجامد قوي. ده الدماغ عاليه قوي. على الاخر. بتضرب ايه؟ اي حاجه وكل حاجه. حلو الموبايل ده. اتفضلي. قولي بقى هتدفع كام؟ اللي انت عايزاه.
200 جنيه. ليه بس كده؟ خلاص 100، بس هي ساعة واحدة بس. انا هاخدك البيت وندلع بعض بقى، انا قاعد لوحدي يا بنت. انت هتتجوزني ولا ايه؟ يوه، انا نشاطي سيارات وانزل قبل اي لجنة، هو ده نظامي. هتيجي ولا مش هتيجي؟ قلت لك انا بنتي ناس وما بركبش غير عربيات، مش عاجبك نزلني. لا واضح انك بنت ناس فعلا. ويلا بقى اتكلي على الله، يلا في داهيه. الله، مش موزة ركبت معاكي العربية وطريتها لك، هات 20 جنيه بقى. 20 جنيه ايه؟ يلا يا بنت اتكلي على الله. الله، انا عرضتي نفسي للخطر، بقول لك هات 20 جنيه. 20 جنيه؟ اه يلا يا بنت اتكلي على الله، لا اكسر لك دماغي. يلا يلا غوري. حقي بقى. قرف يا بنت الحرامية. فين الموبايل يا بنت الكلب؟ ها؟ انا في ايدي حقي. فين الموبايل؟ قومي بقول لك. ها؟ فين الموبايل؟ فاكراني ساعة ولا ايه؟ ها؟ ها؟ الحرامي سرق موبايلي. يا حرامي يا ابن الكلب، الحقوني سرق موبايلي. يا بنت هتعاني من اللي غزك النهارده. انا محدش يقدر يخصني وانت عارف. اما مالك يا بنت مدهوله في راسك كده ليه؟ انت مالك؟ خليكوا في اللي انتوا تشربوه. طب ما تيجي يا بنت تعالي تاخدي لك نفسين يمكن تنسي الواوا. هات يا نغم، هات يا نغم، زي القرعه تمد بره البنت دي. مقصوفة الرقبة دي؟ مش هنخلص بقى من الوابور ده شفشتك، جبتولنا الرب. يا ريت يجيلك وياخد عمرك، يا ريت. خلي البيت ينضف. بيت؟ هو فين البيت ده؟ انت بتسمي الخرابه دي بيت؟ روح يا اخويا اطلع شوف البيوت عامله ازاي والناس شكلها ايه. ربنا عماني عشان ما اشوفش خلقتك. عقبالي يا رب. ما تكتمي يا بنت وما تعليش صوتك، مالك؟ روحي يا اختي شوف مين اللي بطحك على راسك اهو، ملفك وبرمك في الشوارع طول الليل. قعديني وانا اقعد، اصرفوا عليا زي بقيه الناس. توبي على اللي انت فيه واحنا نصرف عليكي ونستتك. هتوب من بكره بقى، هقعد في البيت بس عايز اكل واشرب والبس زي اي بنت في الحاره، لما نشوف بقى. يا ريت ان شاء الله حتى انزل اخدم في البيوت، المهم تقعدي. طب هو يطلع الصبح والكلام ما يبقاش زبده. هي فين؟ هي فين بنت الكلب دي؟ اقعد يا اخويا ما توسخش ايدك، اقعد. افتح يا واد، انت مش سامع؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا دي الكسوف. صلاح باشا، وايه لازمته ده كله؟ حاجه بسيطه عشان العيال. انت يا واد بيهم والله انت ما تربيت بيهم العيال احباب الله. اتفضل اتفضل اتفضل. يا اهلا وسهلا. اعمل لك كوبايتين شاي اهو. حاضر يا حبيبتي. خد يا منى. وعشان انا؟ اه. وليه تكلف نفسك كده يا باشا؟ ما بلاش يا باشا دي، قولي يا صلاح. يا لهوي، اقول لك صلاح حاف كده يعني؟ اديكي قلتيها اهو، شك الدبوس. نزلت الشغل النهارده ولا ايه؟ نزلت وبعت 10 شرايط. وشك حلو عليا. تكسبي كام يعني من الشغلانه دي؟ يعني 15 ساعات 20، يعني حسب رزقي. لو جبتلك شغلانه بنفس المبلغ ده تشتغلي؟ يا ريت يا ريت يا سعاده الباشا، يا ريت على الاقل تتلم من الشوارع. بس انا يا دوب بفك الخط، ولا معايا شهاده ولا صنع. الشغلانه دي مش محتاجه الكلام ده، هتشتغلي في مشغل، واحلى ما فيه ان كله حريم. خلاص يا بت، اسمعي كلام سعاده الباشا. اتفضل. صلاح يا امي، خلي البساط احمدي. قومي روحي انت يا خالتي، خلاص بقت كويسه. وهي دي معقوله يا بنتي؟ اسيبها وامشي؟ روحي انت يا بنتي، تعبانه من امبارح. اروح فين بس؟ الميه يا اختي المتلوثه هي السبب. ده انا لما باجي اشرب بشم ريحه مجاري. وامك دي ايه؟ عبيطه، تسيب نفسها لحد ما توصل لكده.
النبي يا خالتي ياما قلت لها حللي ما سمعتش كلام. صباح. انا جبت لك العصير والجبنه، ها، وجبت لك انت جبنه مثلثات اللي بتحبيها. تسلم يا عبد الله، روح انت عشان شغلك. طب مش عايزه فلوس؟ لا ربنا يخليك معايا. يا بت معايا والله. انا مش عايزك تقلقي، الدكتور طمني وقال لي ان شاء الله هتبقى كويسه. باذن الله هتبقى كويسه. يا رب يا عبد الله. ان شاء الله هتبقى كويسه. طيب انا هفوت عليكم بكره الصبح، ها؟ ولك يا صباح. خدي كارت التليفون ده خليه معاكي عشان نتكلم بالليل يعني. حبيبي يا عبد الله، فاكر ان تليفوني مفيهوش شحن؟ طبعا يا بنت فاكر، من النهارده مسؤوله مني في كل حاجه. خلاص؟ خلاص. ولك يا صباح. ما فيش حاجه، قطايه صغيره بس. انت رايق. امشي انا. واو. يلا يا اخويا، يلا يا اخويا، انت وهو قلعوا يلا عشان تستحموا. ليه ياما؟ الله يا واد انت نتنت. يلا خلصوا. ما تردي يا بنتي. طب يكلمني بعدين. الله، انت طلعت الهباب ده تاني ليه؟ مش احنا خلاص قلنا هنبطل؟ يلا هو انا هتجري فيه؟ دول 3 حتت فضلوا من زيزو الله يرحمه. هبقى ابيعهم واتصدق على روحي. اذا كان كده ماشي. تفهمونا بقى يا حبيبتي اللي جرالنا مش ناقصين. الراجل هيجي لي بالليل ياخد البضاعه ويسلمني فلوس، يبقى كده خلصنا. ايوه صلاح باشا. لا معلش اصل كنت حاطاه صامت فما شفتوش. لا رحت المشغل. ناس زي الفل. انت بتكتبها على الراجل كده ليه؟ صلاح باشا. لا ما اتكلمتش في فلوس. ما تقلقيش، الراجل صاحب المصنع ده صاحبي وانا موصي عليك. لا ده انا شايلاك للعوزه التقيله. خلاص ابقى اكلمك واشوفك قريب. يلا بالسلامه بالسلامه. انت بتضحكي على الراجل ليه؟ ما تقولي لي انك ما رحتيش. مشغل ايه وهباب ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ هيعملوا لي ايه ال 300 ولا ال 200 ملطوش اللي انا هاخدهم؟ احسن من لفك في الشوارع طول الليل بالشرايط. لا اللف احسن. افرضي يا حبيبتي راح المشغل وسأل عليك وعرف انك ما بتروحيش. ما يسأل عليا، انا حر. يا بنتي حرام عليكي، ده راجل باين عليه ابن حلال وشكله كده مقبل على نفسه مش عليا. روحي حمل عيال احسن ريحتهم طلعت. اعملي اللي انت عايزاه، اعملي. ازيك يا عمر؟ بقول لك انا جاي اخلع دلوقتي. ليه؟ موظف الحي موجود في الحاره، لو شافنا مع بعض هيقولوا بيعملوا شغل. اخلع. طب هلغيك بسرعه انت. قولوا خلص. بكره هتستلم 500 لمبه، هتسلمهم لقسم التركيبات، دول هركبوا في لمض الحي كله وانا ماشي في الورديه. الراجل جاي يقول لي هنبيع كام وهنركب كام. هنركب 150 ونبيع الباقي. اهو كده شغلني. قول اشرب حاجه. السلام عليكم. حبيب قلبي. ايوه يا عامر. مع السلامه. السلام عليكم. سلامه. ورنيلي. استنى يلا. صلاح باشا، والله العظيم ما عملت حاجه. باشا؟ ده انت امبارح كنت بتقولي يا صلاح، النهارده بقيت باشا؟ الحاجات دي مش بتاعتي، دي بتاعت الواد اللي جاري. يا بجحتك يا بنت، ده انا ماسكك تلبس قدامي. قدامك فين بس؟ اديني فرصه. والله العظيم ما عملت حاجه، استنى بس. اسمعك. انا مش مسجله، هتضيعني. ابوس ايدك، ابوس ايدك هتضيعني. ده انت مش عايزه تسجلي، هتضيعني. ده انت عايزه يتدق على وشك مسجله. تضحك عليا بتقولي كنت في الشغل قدامي يا بنت. اسمعني بس. اسمعك ايه؟ اسمعني بس. ده انت ضيعت. اسمعني والله العظيم غصب عني. ده انت ضيعت فرصه عمرك. بتسمعي يا بنت، انا كنت عاملك بني ادمه. تضحك عليا انا؟ بتبيع مخدرات؟ ده انا بديكي فلوس من جيبي. والله العظيم ما كنت ببيعها، دي شويه شغل فاتنا من ابويا.
قلت اخلص منهم والله العظيم ما بتاكل فيهم، والله العظيم ما بتاكل فيهم. بتجيب المسكنه دي منين يا بت؟ بتجيبها منين؟ ده الكلب عمره ما يتعدل. صحيح الوسخ وسخ. عملت كده ليه؟ عملت كده في ايه؟ انت فاكرني يعني هصدق ان واحده زيي تحب واحد زيك؟ ده انا ورايكم عيال. ولا تكونش فاكر ان الخاتم ابو 500 جنيه هو اللي هيخليني افكر فيك واسمع اغاني حب. اصحى يا باشا اصحى، انا بفكر في اخواتي هياكلوا بكره ايه. خد الخاتم بتاعك، خده وديني على القاس. بس يا بت، الخاتم ده احسن من عيني. بوريني بقى تشوف امك واخواتك ازاي قدامي على القاس، قدامي يا روح امك. ازيك يا باشا؟ يا يوسف، عصام بيه موجود؟ طلع مأمورية. خد البت ترميها في الحجز. هتشقطوني لبعض، بتعمل المحضر ونخلص. كلبشها ورميها في الحجز. يلا يا باشا يلا. ازيك يا ابو كريم؟ اهلا، ازيك يا ابو صباح؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبي. كويسه دلوقتي؟ انا تعبانه ابو كريم، تعبانه قوي. طب تعالي اقعدي ارتاحي. لا لا مش عايزه كرسي. طيب عنك شد حيلك امال. الامر لله من قبل من بعد اخويا. الكلى تعباني. سايباني في حالي. هي سايبه مين يعني؟ الناس كلها تعبانه. الميه يا ام صباح هي سبب البلاوي اللي احنا فيها دي كلها. اعمل لك شاي؟ لا ما هو ميه برضه. بس على الاقل ميه مغليه. بقول لك ايه؟ نعم. هو في موضوع كده كل ما اجي اكلمك فيه يطلع لي 100 عفريت يسهى عليا. تحت امرك يا اختي، قولي. انت دريت طبعا بالجمعيه اللي كنت عاملاها مع منصور ابو سعيد. الله يرحمه دريت، بس اجيب لك من الاخر، سعيد مش هيدفع. والعلا مش هيدفع ان ايه؟ ده الدين على ابوه لازم يدفعه، ده الراجل يتقلى في النار، حرام عليه كده. اعوذ بالله، بينام ازاي ده؟ بينام وبيرتاح. استغفر الله العظيم. طب برضه النبي كلمه ابو كريم. ما انت عارف انا بجهز البت، وحياه النعمه دي على عيني يا رب. والله العظيم ما عارفه اجهزها ازاي بعد الجمعيه ما راح. استغفر الله العظيم. يقول لك صاحبك على عيبه، وانا عارف عيبه، بيموت في القرش ومستعد يعمل اي حاجه عشان القرش. اي حاجه ينول لي الحوايا من وراك يا اخويا. اعوذ بالله، الناس ما بقتش تخاف ربنا. ده يا اخويا ده، هات ايدك. يلا تعمل اي حاجه ايه؟ اي حاجه يعني هتغضب ربنا والسلام. معلش انا هكلمه، بس انا عارف ان انا بنفخ في قربه مقطوعه. معلش عندك حق، بس كلمه برضه. امري الى الله، امري الى الله يا اخويا. ما تقلقيش يا ام صباح، هكلمه. وبعدين مفيش ولا واحد اشترى انبوبه، مع ان انابيب الحاره كلها خلصانه. طب ما نبيع ب 10 جنيه. انت عبيط يالا، اديلك في وشك اخنفك. يعني ايه هذا الشمدون انت وهو؟ مصلحه يابا في السريع، بنبيع انابيب. والله فكرتني، الانبوبه خلصانه بقالها اسبوع في البيت، يبقى قدامنا واحده. حاضر يابا، هودي لك واحده البيت. ولا اقول لك ودي كمان واحده عشان الاستبن كمان فاضيه. كفايه واحده يابا، دي ب 20 جنيه. مستخسر في ابوك يا ابن الكلب. 20 جنيه يا ابن الكلب، ما انت لعبه يلمك ونسوان تطبخ لك يا ابن الكلب. حاضر يابا، هودي لك 2. الله، انا بقول لك يا تاو، اصل احنا ما بعناش ولا انبوبه لحد دلوقتي، الدنيا واقفه عشان بهايم. في حد يبيع سوق سودا، فعاره سودا، الناس مش لاقيه تاكل. هتاخد الانبوبه ب 20 جنيه؟ ما يولعوا بابور الجاز احسن. ولا انتوا ما تعرفوش وابور الجاز يا اخويا انت وهو؟ اللي عايز يبيع حاجه زي دي يروح منطقه راقيه يا بيبي انت وهو. انبوبتين دولت عندك يا يلا يا ابن الكلب، هتبيعهم على طول. اوعى يا قلب ما توديش الانبوبتين البيت. هوديهم يابا، اوعى تنسى الانبوبتين. مش هنسى خلاص بقى يابا. يابا السلام عليكم يا سلام يا حبيبتي، اتفضلي. الله يخليك.
يو مالك يا فتحي؟ ماليش. امال بتشرب سجاير ليه كده وانت ما غيرتش ريق؟ عني ما اتغير. طب قوم يا اخويا قوم، انا جايبه عيش من الفرن وفول سخن هدخل اعمله لكم، بس انت انده العيال. يلا بقى وانده العيال يلا. يلا يلا منك روح خش جوه. يلا يا حبايبي روحوا اقعدوا على الطبلية عشان ناكل. هو انت شفت سعيد النهارده يا فتحي؟ شفت. عشان كده قال لك حاجة؟ يلا بقى خلص الاكل. تعالى كده يا ابني اقعد اقعد. جالك هنا ولا قابلته بره؟ تبشري سجاير مع عند ثابت لقيته في وشي زي عزرائيل. قال لك حاجة؟ هيقول لي ايه؟ هو ده بيجي من وراه خير؟ طب امال مالك؟ شايل الطين فوق دماغك ليه؟ ما نستنى نشوف اخرتها ايه معاه، مش يمكن ربنا يحنن قلبه علينا. حنن قلبه علينا؟ هو ليه قلب عشان ربنا يحننه؟ طب بس يا فتحي العيال دي لسانها طويل. بقول لك انت وهو اشوفكم بتلعبوا قدام ورشه خالكم سعيد هقطع رجليكم انتوا الاثنين. انا ما بروحش هناك يابا. خلاص بقى يا فتحي كل يا ضنايا كل. تعالى يا احمد اما اكلك، تعالى جنبي. تفتكر كان عيلتنا في ايه؟ طمني ده ما يجيش من وراه خير ابدا. الله يرحمك يابا، كان ضحك عليها قبل ما يموت ومفهمه انه واخدنا تحت جناحه. انت اللي غلطانه. كل ما يسالك اخوك سعيد عامل ايه معاكم زي الفل يابا. الله يا فتحي كنت عايزني اقول للراجل ايه؟ الراجل راقد في فرشته وبيلقف النفس بالعافيه، اموته بحسرته بقى واعيش بذنبه طول العمر. اهو كدبت بقى وخلاص. خلاص كل يا ضنايا. مر انت وعيالك. خلاص بقى يا اخويا ما تقطمنيش والنبي. وبعدين مهما نحاول يضحك علينا احنا برضو عندنا الورشه والبيت، هيطلع علينا منهم قرشين حلوين نعمل بيهم مصلحه. كل يا فتحي. قرشين حلوين؟ هي الحداها بتحدي في كتاكيت. ده الاشاره. ايه الاخبار عندك يا ريس؟ صباح الخير يا باشا. راني يا يسري. عاوزين نودي الاكل ده لمنى عباس، هي محجوزه هنا، ما بعتها لها يعني. ولا امشي من هنا. ايه يا باشا وانا اجيب لها ايه؟ انا اجيب لها اكل. انت هتطول لسانك؟ خد فتش لي الاكل ده. اتكل على الله. ولا يا باشا انت تعرفها منين؟ من حارتها يا باشا، حضرتك شفتني قبل كده. اتكل على الله. حاضر. هو انت مش دخلت لها الاكل اللي انا جبت لها الصبح؟ لما عرفت ان انت اللي بعته ما رضيتش تاكل. طب دخل لها الاكل اللي امها بعتها. حاضر. منى عباس. ايوه. امك بعتلك الاكل ده. تعالى يا بنت انت وهي، ده اكل بيتي. جمك طلعت مرة قورة قوي يا بنت في الطبيخ. مر مرة يشطح بوزك. ايه مرة دي؟ لما انا تبقى مرة، امال امك انت تبقى ايه؟ امال اختي هي مش مرة ولا ايه؟ اما انت قليلة الادب، هو لازم تبقى في السجن؟ لا يا حبيبتي، انا قليلة الادب جوه السجن وبراه يا عينيا. انا بتنقلب على روحك. ما انتش طافحة قومي. انت يا بنت ما انتش اهل مني يا بنت. ما انتش طافحة. يا نهارك اسود. ما انتش طافحة يا وليه. يا اخويا انت ليه نفسك يا بنت؟ قولي لي ما انتش طافحة. هوريك. ايه يا بنت وهي؟ في حاجة انا ولا فاهم؟ وحياة امي لوريك. ما تحترم نفسك. توري مين يا مرة؟ بس يا مرة. حاضر يا بيه. من بكره انت هتروح على النبا والنبا على السجن. احسن ما اشوفش الاشكال الوسخة دي. احنا برضه اشكال وسخة. مش بقولك اسكت يا مرة ولا امسح بكرامتك الارض. تحت امرك يا بيه. حاضر. حاضر يا بيه. يوسف كلبش البت دي ورميها في الطرق. يلا يا فندم. ما تحت السجارة يا مرة. كل واحد تقعد مكانه. اسمع صوت في الحبس. اقفل يا ابني.
ايه ركبت كام؟ 80. بص هتاخد الكرتونه دي تكمرها لحد ما نبيع. ها؟ الواد عادل هيفتح محل موبايلات. ها الواد اللي في اخر الحاره ده، ويعمل شويه مزيكا على دي جي وواقف على تصريح. قلت له كام؟ قلت له 200. ماشي، التصريح هيكون عندك بكره، اول ما تقفش تتحاسب. ماشي؟ يلا يا ابني بطل لكاعه. يا باشا الدوايه بس بايظه. الدوايه بايظه؟ هاتها تتحط جنب اخواتها. كله على الله. اوبا حلاوته. ايه يا بت يا تهاني؟ ليه معورك كده يا بت؟ ها؟ انت ايه ما بتريحيش؟ اخلع من نافوخي يا عبد الله، انا مش ناقصاك. طب بقول لك ايه؟ مفيش حاجه لينا كده؟ حاجه زي ايه يا اخويا؟ يعني حاجه ملوثه تعمل خيال في الدماغ. قوي قوي، في دم في ايدي تاخد؟ لا وعلى ايه؟ قولي لي يا بت مين اللي عمل فيك كده وانا اكسرهولك؟ لا شقي وتعملها. امال ليه ما باخدش منك غير حوارات؟ ما فيهاش غير حوارات، هنعمل ايه؟ ايه الحوارات؟ ايه يا عم الشقي؟ مين دي الدفشه؟ دفشه مين يا عم؟ دي بنت بايعه نفسها، سيبك منها. خلينا في شغلنا. هات الكرتونه. يا ست ام منى، ست ام منى، يا ام منى. ايوه يا استاذ تمام، اتفضل اخوي. يزيد فضلك يا ست، بس لو تقدري تنزلي انت يبقى كتر الف خيرك. اتفضل يا استاذ، احنا مش قد المقام ولا ايه؟ لا يا ستي قد المقام ونص. حاضر طالع. اتفضل. يا ألف أهلا وسهلا يا أستاذ تمام، اتفضل. يا ساتر. بسم الله الرحمن الرحيم. البيت بيتك يا أستاذ، أهلا وسهلا. تسلم يا كل ما شاء راضي. الله. عيش ربنا ربنا يبارك لك. يكرمكم ويزيدكم. يا رب يبارك لك، يا رب يديك الصحة الله يا رب. يخليك يا ست ام هعمل منى. لك كوباية شاي على الماشي، لا هتستنى. لا لا شيء ايه، انا لسه شارب الشاي في البيت. طمنيني الاول. منى بنتك عامله ايه؟ كانت النهارده في النيابة. ما انا عرفت من الواد بلال. وايه اللي حصل؟ خير ان شاء الله. خدت 5 استمرار، ربنا يستر يا أستاذ تمام. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يفك ديتها وديت الناس كلهم. امسكها يا مولانا. يوه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. دول اللي خرجوا من ولاد الحلال الجمعة اللي فاتت. هي حاجة بسيطة بس أهو نوايا تسند الزير. كتر ألف خيرك. أنا مش عارفة من غيرك كنا عملنا إيه. أنا ما عملتش حاجة يا ست، ده ربنا سبحانه وتعالى وولاد الحلال هم اللي بيعملوا. أنا بوصل الأمانة وبس وربنا يتقبل. يلا. ربنا يبارك. السلام عليكم يا أولاد، أشوفكم ما خير. يصحش، لازم تشرب حاجة. يا ستي هو أنا غريب؟ المهم تبلغي سلامنا لبنتنا منى. يوصل يا أخويا. خليها تشد حيلها كده. قولي لها عمك تمام بيقول لك لو مظلومه ربنا هيفكها ان شاء الله. والله مظلومه، يمين بالله مظلومه يا استاذ تمام. ربنا كبير هو اللي بينصف ربنا المظلومين. يديك الصحه يا رب. السلام تسلم عليكم. خطويك، تسلم خطويك يا اخويا. ربنا ما يحرمناش منك ابدا يا اخويا. حرما ياما. والنبي ما انا عارفه انا هصلي في الحرم ازاي وانت كل يوم داخل لي وش الصبح من بره، ولا على بالك يا واد اللي انا فيه. اعمل ايه ياما؟ المصورات اللي جبتهولك هنا والصور طلعت حلوه الحمد لله. الصور طلعت حلوه، كسبت صلاه النبي. يعني يا اخويا لو كانت الصور طلعت وحشه مش هحج.
اهدي ياما لما نشوف هنعمل ايه. العمايل معروفة يا عين امك، زي ما جبت لي المصورات الأوضة صورني، هتجيب لي بتوع الجوازات هنا هو يدوني الجواز، وبتوع البطاقة يدوني البطاقة. جوازات ايه؟ انا ما اعرفش بتوع الجوازات دول بيجوا البيوت ولا ما بيجوش. يا حبيبي ما دام بتدفع هيجوا. ايام ابوك الله يرحمه ما جبت لي هنا هو بتوع الشهر العقاري عشان نعمل اعلان الوراثة. حاضر ياما هسأل واشوف. يا واد انت بتتعصب عليا ليه كده؟ بتتغير كده ليه كل ما اجيب لك سيرة الحج؟ خد بالك اوعى اغضب عليك، انا بقول لك اهو مش هسامح لا دنيا ولا اخره. حاضر ياما حاضر حاضر. ايوه تعصب يا اخويا وزعق قوي، ارفع لي الضغط اكتر ما هو مرفوع. لا وعلى ايه؟ تصبح على خير يا امي. ايوه ادفن نفسك يا اخويا، ادفن نفسك في السرير علشان ما تسمعنيش. مش هوصيك يا حفظ يا ابني، انا مسافر، مش عايز يا ابني وانا في الغربه ابقى مكروب على امك واخواتك. طمن يابا، تروح وترجع بالسلامه. السفريه دي جات لي بطلوع الروح وانا عجزت يا ابني، عايز القرشين اللي يطلعوا منها اسطر بيهم اخواتك. طب يابا ما تشوف لي اي شغلانه هناك، اي مصلحه، اي حاجه، بدل رميتي هنا البلد متكسره. يا ده انا اتحايلت عليك بدل المره 100 وانت اللي كنت نافر مني، كان زمانك دلوقتي صاحب فرن قد الدنيا. يابا ده انت نفسك كرهت الشغلانه. لا ما كرهتش الشغلانه، انا بس اللي تعبت وصحتي ضعضعت مني، ايديا ما بقتش قادره تشيل العده. والله مالك عليا يمين، لولا الشغلانه دي جات لي مشرف عمال والله ما كنت طلعتها. نجيب يد الثواني خلصني. شغل عم سيد. يلا يا وديه على الفرشه لغايه السريح ما يجي. طب اقول لك ايه، ما تخليش الواد ده يتاخر عليا، انا بتخانق من وقفه السوق. يا عم شيل وخلص، انت لسه برضه هتبقى نافر مني. يلا اهو يلا يا حبيبي يلا، ده انا لسه موصيك. الشاي يا دكتور كده يبقى 9 شاي. حط عندك وروح انت غور في 60 خراره، انت هتعد علينا انت الاخر. وكمان 9 شاي، ده كلام برضه. انا عجزت يا تامر، تعبت وشقيت، وانت عارف ان طلباتكم كتيره ونهد كمان يعني مش مخليه مخلصه عليا اول باول، وانا كمان لازم اسد ومش عايز اقصر في حاجه. يا تامر يا حبيبي ده كل اللي انا باخده ب50 مللي. بس بتاخد كل يوم يا بابا وهو ده الخطر. الله جرالك ايه يا تامر؟ يا اخي ما تروح تشوف شغلك ولا تروح كليتك وتشوف انت عايز ايه؟ انت عايزين مني ايه؟ حاضر. قال احنا ما اتجوزناش ليه لغايه دلوقتي؟ احنا رجاله خايبه قوي على فكره، مع ان النفر مننا ممكن يتجوز مرتين وثلاثه. تصدقوا ان انا نسيت اتجوز بعد مراتي ما ماتت. انا ما اقدرش اتجوز على مراتي، كدب خيبه، كل يوم جايبه اجلي اول باول. انا سمعت ان هي جامده حبتين. يعني انت اللي حامي خلاطك قوي، ما انت متداول في البرشام عشان تسد ويا ريت نافع. ما اتجوزتش انت ليه بقى يا سبع؟ ما مراتك ودعت هي كمان. اه والله صحيح، مع ان الواد كريم ما عندوش بالي. صحيح يا بركه انت ما اتجوزتش ليه؟ خايف منها. اتكلم بجد. يا الله، اصلها لو عايشه كانت قتلتني، عشان كده يمكن ده اللي خلاني خايف مش عايز اتجوز لغايه دلوقتي. يا عم دول نسوان فار، كل واحده عايزه تتجوز واحد ويبقى بتاعها هي لوحدها. المساواة، البنت زي الولد. يا عم ما تشرب يا عم وتخلص. احنا هنحكي في المحكي، احنا خلاص بقينا فيستك، ما ينفعش ضعاف لا نفتح بيت تاني ولا تالت، بس انت كف الاولاني. اتكلم عن نفسك. ماشي. احنا مش ضعاف ولا حاجه، النسوان هي اللي بقت مفتريه. قالوا يقول لك العوانس كتير في البلد. الله، ما هم لازم يبقوا كتير، كل واحده متجوزه واحد ومحتكراه، مع ان الحكومه منع الاحتكار. انما لو سمحت بقى ان جوزها يتجوز واحده واثنين وثلاثه مش هيبقى في عوانس في البلد. الله ينور عليك. والله فكره. طب بس ازاي بقى
نقدر نقنع الستات انهم يوافقوا على الحكايه دي. بالجزمة عليا اليمين اللي انا متجوز. انا بابا فين؟ خش تعال يا عم على الباب اهو، الباب اهو. اسمه ايه ده الواد اللي كان معاك؟ علي سعيد احمد يا باشا. اسمه ايه؟ علي سعيد احمد يا باشا. طب ما انت حافظ اهو، ما بتستقبل ليه؟ ازيك يا ابو صلاح؟ ايه يا يوسف؟ ازيك يا عم محجوب؟ كنت فين يا ابني؟ في المحكمة. ايه الاخبار؟ البت منى خدت سنة. سنة؟ حمار، خدت سنة عشان نص فرش حشيش مقطع. سنة؟ هو ده. استني هنا رايحه فين؟ ايه؟ يا خرجتي، ده مطعم شكله غالي قوي. بس شيك قوي. واحنا هناكل بشياكته؟ الله، ما تيجي نشوف لنا مطعم تاني يا حبيبتي. عطيه علشان خاطري، المكان ده حلو قوي ومش غالي. يعني ايه بكام يعني تقريبا كده؟ يا هيخش له في 400 500 جنيه بالكتير. ده غير السلطات وغير الحاجات الساقعه. يا حبيبتي تعالي نشوف لنا مطعم تاني. عشان خاطري يا عطيه، انا ليا ذكريات حلوه قوي هنا. ذكريات ايه بس يا حبيبتي اللي تغرمنا المبلغ ده كله؟ الله، انت بتغير عليا يا عطعطي. طبعا يا حبيبتي بغير عليكي، وانا مستعد كمان اخد لك 50 60 صوره على الباب هنا بالموبايل بتاعي وتعلقيهم في اوضتك زي ما انت عايزه. اخصى عليك، اخصى عليك بجد يا عطيه. مستخسر فين انك تعزمني على الغدا في المكان ده؟ لا يا حبيبتي مش مستخسر فيك ولا حاجه. خلاص يا حبيبتي اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي، نعيش مع ذكرياتك شويه. هنعمل ايه؟ حبيبي يا عطعطي. حكم الصادر ضده بكافة طرق الطعن المقررة في القانون. الشاي يا حبيبي. مالك يا صلاح؟ في حاجة يا أما؟ سرحان في ايه يا حبيبي؟ مش خلاص فقت وبقيت زي الفل؟ كل ما أقرأ قانون أو مذكرة ضميري بيأنبني، مش عارف أذاكر خالص. يا حبيبي ما هو مفيش حد بيفكر زيك كده. يا اما تسيب الشرطة دي بقى. ليه بتقولي كده؟ يا حبيبي الشرطة دي محتاجة ناس قلبها ميت علشان ما يندحكش عليها. مش كل واحد يعيط دمعتين يبقى غلبان وطيب. طب ما ان احنا بتنزل عسل بس بتقرص. البت خدت سنة حبس، يعني خربت بيتها، موتت أبوها وحبستها، وهي في رقبتها كوم لحم. قطيعة يوم ما اشتغلت أمين شرطة كان يوم أسود. أو في ناس كبار بيشغلوها، بيشغلوا ولاد وبنات، عيال مش فاهمة ولا عارفة حاجة. وبيعرفوا امتى؟ لما يتمسكوا ويتحبسوا، ساعتها ما بيشتغلوهاش تاني. خلاص لو تقدر تساعدها ساعدها، أهي يبقى لك الثواب. بقول لك إيه، قوم ريح نفسك بقى كده من المذاكرة ونام لك شوية. معاك حق، أنا عايز أرتاح. طب يا حبيبي تصبح على خير. امال الرز فين؟ اهو جه اهو. الهنا والشفا. حطي لي شوربه. حاضر بعد ما تاكلي يا سناء لمي الملايات بتاعت اوضه النوم واغسليها على طول. حاضر. ما تلغي المشوار دوت عشان انا تعبان النهارده. خليك انت وانا هروح. اي حد فينا يسيبك. والله يبقى احسن برضه لان انا تعبان وعندي صداع ومحتاج انام ساعتين. كنت بقول لك ايه يا ست هاني، ده بعد اذنك يعني امشي النهارده بدري واجي لك من صباحيه ربنا الم لك كل اللي انت عايزه تغسليه بدري بدري كده. مش هياخدوا في ايدك ساعه، اغسليهم وانزلي على طول. حاضر اللي تشوفيه. ما تخافيش. في ايه يا سعاده البيه؟ يا لهوي يا لهوي، في ايه يا سعاده البيه؟ انا مش بتاعت الحاجات دي. سعاده البيه انا حبسيتك وحبسيتك وهديك فلوس كتير. انا مش بتاعت الحاجات دي. سعاده البيه سعاده البيه انا عندي عيال. يا لهوي يا لهوي سعاده البيه يا لهوي.
فاجئتيني يما، بتعملي ايه تحت السرير؟ بوضب الكركبه دي اللي تحت السرير. كركبه؟ طب نامي يما، الصباح رباح. ما انا هنام. يوه نسيت افوت على خالتك سعديه اديها العلاج. حبيبتي يا اختي. لا يما ما تقلقيش، انا فوت على خالتي اديتها البرشامه. بجد جدع بدي فيك الخير. اعمل ايه؟ ما انت اصلك ما بقيتيش مركزه غير في الزباله اللي بتلميها كل يوم من الشوارع. زباله ايه؟ انت هتمثلي يما. لو انت مفكره ان انا مش اخده بالي ان انت كل يوم بتدوري تلمي لي زباله القطن من الشوارع وتيجي تتفسيها لي هنا تحت السرير. بس ورحمه ابويا يما، ورحمه ابويا ما انا نايمه على المراتب دي لما تتعمل. وطي صوتك. لا يما، ما هو تكوني مفكره ان انا نايمه على وداني. اجيب لك منين حق القطن عشان اسطرك والمك؟ ايه المك دي يما؟ الهنا مبعتره؟ مش مبعتره، قاعده تحت الارض كل يوم والتاني ظبطك بتتودودي انت والاسم النبي حارسه. فيها ايه يما؟ مش خطيبي؟ وانا موافقه، يستحمل بمصروفنا. ادي الزباله اللي بلمها. خلاص يما بقى. ادي الزباله اهي. خلاص يما والنبي. خلاص يما. طيب وحسك عينك، حسك عينك اشوفك تاني مره معايا على السلم ولا في الحاره، ورحمه امي لا خبرك انت وهو. يما كل البنات بتجيب قطن نضيف، سمعناش يعني عن حد لم القطن من الشوارع عشان يعمل بيه مرتبه ولا مخده. انا عارفه يما ان ظروفنا وحشه، بس اعمل ايه؟ نفسي يما انام على قطن ريحته حلوه، مش ريحته قطط ولا كلاب. وبعدين يعني هو انت فاكره ان انا مبسوطه قوي مش هحططك كل يوم في الشوارع وقعدتك في الارض وانت بتلمي لي القطن من الزباله؟ صفاء 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 في ايه يا صلاح؟ صفاء فين يا أم؟ نايمه معايا جوه. ليه يا ابني؟ نايمة إيه؟ ده لسه شايفها بتبص من الشباك. يا ابني يا حبيبي نايمه معايا جوه اهي. تعالى شوف، احنا مش هنخلص من اللي في دماغك ده بقى. مساء الخير يا أم. مساء الخير. بقول لك ايه، في اكل عندك في المطبخ لو عايز تاكل. لا أنا أكلت سندوتشين كبدة بره. تصبح على خير. طب يا اخويا ربنا يقويك. شايفه عمايل ابنك؟ انا مش فاهمه بيشك فيا ليه؟ هو انا بعمل ايه اصلا؟ معلش، مين اللي بيشوفه في الشغل؟ استحمليه. استحمله؟ ده بيراقبني في البيت وفي الجامعه ومع اصحابي. في ايه؟ هو انا عيله عندي 10 سنين؟ يا بنت ده كل يوم والتاني يجي يحكي لي على بلاوي بيشوفها في الاسم وكلهم يطلعوا بنات جامعه. ما هو يا واثق فيا يا مش واثق، واذا ما كانش واثق المفروض بقى ما تعلمونيش وقعدوني في البيت. يا بنت اسكتي اسكتي وطي صوتك شويه. ما هو خوفك ده ياما اللي مودينا في 60 داهيه. انت عايزه ايه؟ عايزاني يعني املك اضربهولك قلمين عشان ترتاحي؟ اتهدي واسكتي بقى. لا اضرب انا قلمين على وشي. تصبحي على خير. دي من اهله. انت وهو تكونوا مزعلين امكم؟ لا والله اسأليه. بتقولي جالك يعني. اما هو اتبجح صحيح. لا وايه؟ جايب لي شويه اكياس، مشيته وهو قفاه يقمر عيش. ما هو سجني خلاص، عايز ايه تاني؟
يمكن ضميره أنبني. ضمير ايه يا ابو ضمير؟ وده عنده ضمير؟ قولي لي احسن، عملتي ايه في الاستئناف؟ ولا حاجة. رحت لصاحبتك مديحة اتهربت مني، وخالك ايد ورا وايد قدام. هو ياما فاضل 15 يوم، انا خايفه الميعاد يفوتنا. انا اعمل ايه يا حبيبتي؟ قولي لي اعملها وانا اتصرف. اتصرفي، بيعي اي حاجه في البيت. ما انت عارفه كل حاجه يا منى، هو البيت فيه حاجه تتباع؟ ما انت راسي على كل حاجه. كلمي الواد بلال، الواد جدع وهيساعدني لو هيقدر. بلال ايه بس؟ هو بلال هيعمل ايه؟ هو لو قدر هيعملها، ما قدرش خلاص ياما هقضيها هنا سنه ونخلص. النبي حرص وخالك بعت لنا امبارح 50 جنيه. قولي له يتقي الله، بنت اختك في السجن. اقول لمين؟ ده بلال احن منه عليكي. يلا المهم خدي بالك من نفسك. انا جايبه لك حته فرخه كده سخنه وشويه بطاطس بدمعه. اكلت ولا جعانين؟ يلا بسم الله كده. مش هوصيك يا يسري، الموضوع ده ما يخرجش بينا. عيب، ده انت اول مره توصلني في طلب، طول عمري انا اللي بقصدك. اسمها منى عباس احمد، موجوده في سجن القناطر. بكره هرفع الاستئناف، لسه عندنا وقت. انت شايف يعني ان في امل؟ على الله، بس الموضوع صعب. شوف لنا اي مخرج، ده انت ابو الاساتذه. هي فيها مخرج لو تهمك قوي. ايه هو؟ واد صايع يشيل القضيه. سهله دي. هات لي انت بس واد يقول انه بيحبها، وان هو اللي اداها الحشيش قبل ما يتقبض عليها، وانت تشهد انك شفته لحظه القبض على منى. طب سيبني لبكره نرد عليك. وانا مستنيك. تسلم ايدك. ما اعرفش انا بستريح عندكم في البيت ليه. ربنا يريح قلبك يا صلاح باشا. ما بلاش يا باشا دي، مش قلت لك 100 مره؟ هي ولا يا امي كل ما تشوفك داخل علينا تقوم خلع. تفهم، يبقى ناصر. بقول لك ايه، اوعى تفتكرني كده ولا كده. كده ولا كده ايه؟ ده انا اكتر حاجه بتعجبني فيك اللي انت بنت دوري، ومفيش حد يعرف يهزك. ما انت مصحصح اهو. بص يا منى، انا عايزك تشوف لك شغلانه، حاجه كده تاكلك عيش انت وامك واخواتك. نتاجر في البودره. انا بتكلم جد ما بهزرش. ما انا كمان بهزر. نشوف لك محل في الحاره، محل حلو كده، حاجه تتلم فيه. الدكاكين في الحاره بقت غاليه. بكام يعني؟ 60 50. يا بيت ايجار جديد 10 سنين ولا حاجه، ندفع لنا كام باكو كده، وكل شهر 200 300 جنيه، وما تخافيش طول ما انا موجود محدش يقدر يخرجك منه ابدا. وده هنبيع فيه ايه ان شاء الله؟ اي حاجه، شرايط، افتحي بوتيك، بيعي فيه دباديب، اي حاجه. انا بجد كده مش هعرف ابص في عينك. ها؟ ليه؟ جمايلك مغرقان. انت تستاهلي كل خير يا منى. والله. وانا ان شاء الله خلصت لك موضوع المحل ده في ظرف يومين. طب يلا قوم، انا هشوفك بكره صح؟ طب هعدي عليك. طب قوم يا راجل عندك شغل. احنا قاعدين شويه. قوم. مع ان والله الواحد ما بيزهق من القعده معاك. يلا. مش عايزه حاجه؟ سلام. الله يسلمك. يلا بقى. يالا انت قاطرني ولا ايه؟ لا سمح الله يا باشا، وانا اقدر اقطرك؟ حد برضه يقدر يقطر الحكومه؟ بس انت بالرجوله كلها تفهم في الاصول، ولا مؤاخذه يعني احنا رجاله زي بعض يعني. ولا ما تخليش اشوفك كتير، هحبسك. خطفتها من على طرف لساني يا باشا. على فكره انا ساكن هنا، ما تقعد تشرب شاي يا باشا. ما تقعد تشرب شاي، هيعجبك، شاي تقيل. مين؟ انا بلال يا منى، افتح. تعال اقعد يا بلال. مش عيب يا منى؟ مش عيب يا منى تقعدي انت والجدع ده لوحديكوا؟ ده حتى اخواتك مش موجودين، ده كلام. يخرب بيتك يالا، يخرب بيتك. انت بتشك فيا؟ انا ما اقدرش اشك فيك يا منى. طب اقعد بقى اقعد. مش فاهم بس الناس هتقول ايه لما يلاقوك انت وهو قاعدين لوحدكم في شقه؟ ناس مين يا بلال؟ ناس مين؟ الناس دي كانت فين وانا مسجونه ومحدش سأل فيا؟ انا عارفه طبعا انك انت راجل وبتخاف عليا، بس ما تنساش انا بنت مين. الله يرحمه. الله يرحمه بقى.
وبعدين الجدع غرضه شريف. جايب لي شغلانه نظيفه اكل منها لقمه انا واخواتي، اقول له لا؟ لا اذا كان كده تمام، بس خلي بالك من نفسك يا منى. ما تخافش عليا. هي الولايه مراتك خلفت ولا لسه؟ لسه، ولولا انها بنت حلال كان زماني متجوز عليها. طب ما توديها تكشف. الله يغلبني يا منى، بس ربك بقى لما يريد. استاذن انا احسن حد يقول ان انا قاعد معاكي لوحدي. لا وانت جذاب. جدعاني وانا ملهولك بضاعه. يا رب. الف 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 مبروك يا باشا. الله يبارك فيك. مبروك يا منى. الله يبارك فيك. اتفضل اقعد اتفضل. استنى البركه. والله عملت الصح يا باشا. الف شكر. شكله مقبل على البيت. اكيد، مش جايب لها محل بحاله. هو اللي شاري المحل ده؟ اه. حكومه وقادره. طب اذن. بلال، مش محتاج اقول لك انا مش عايز قلق هنا. وربنا يا باشا ما هيحصل قلق خالص. انا ما كنتش عايز اجي معايا يا باشا. اشربوا الحاجه الساقعه واتكلوا على الله. شربناها. ايه رايك يا عم سعيد؟ حاجه حلوه قوي. اتفضل هنا مع الرجاله اشرب حاجه ساقعه. ماشي. اتفضلي يا ست الكل. تتجوزيني؟ تتجوزيني؟ ايه؟ عايز اتجوزك. النهارده الثانويه بتاعت ابوك يا منى. عارفه يا ام عارفه. طب يا بنتي نجيب لنا كده دستتين كراسي ونعمل له عزا صغير. ده من يوم ما مات يحب عيني ما خدناش العزا فيه. ما قلت لك مش هعمل عزا غير لما اعرف مين اللي قتل. يا اختي هو احنا في الصعيد هنا؟ بقول لك ايه بقى، قفلي على الموضوع ده، قفلي. قفلنا. بقول لك ايه، صلاح جالي المحل النهارده ووشه مقلوب. قلت له ايه؟ زي ما قلتي لي، راحت تقعد لها يومين عند خالها. اتجنن. خالها مين؟ ومن امتى طلع لها خال؟ وليه طول النهار قافله الموبايل بتاعها لما فرم لي نافوخي. انا عايزاه بقى يتجنن، عايزاه كده يقعد على نار عشان يعرف ان بنات الناس مش لعب. انا نازله افتح المحل يا امي. محل ايه؟ افرض شافك هتقولي له ايه؟ عادي يعني، لسه راجعه من عند خالي. فيها حاجه دي؟ يا اختي ده انت بنت محدش يقدرك. السلام عليكم. عليكم السلام. جيب بدري يعني يا عبد الله. هروح فين يعني؟ هو السمكري ده ايه؟ مش ناوي يخلص التاكس بقى؟ بقاله يومين راقد عنده. ما يخلص وقت ما يخلص. ايه محتاجه حاجه؟ محتاجه شغل يا عبد الله. هو انت هتفضل قاعد في البيت كده؟ لا، انا ما احبش الراجل اللي يتنه قاعد في البيت. في ايه يا بت؟ اجي بدري مش عاجب، اجي متاخر مش عاجب، في ايه؟ هخلص الاكل واروح عند امي. يا امك ساعه ما اتجوزنا وانت قاعده عند امك، تقعدي هناك اكتر ما تقعدي في بيتك. امي تعبانه يا عبد الله. امي تعبانه عمرها ما قالت اه. وانا مش عارفه اعمل لها ايه. تعملي اكتر من كده، انت اداك ليتك. انت بقى الموضوع ده مضايقك في ايه؟ لا مضايقني ولا حاجه. مراتي بتدي امها كليتها وامي بتحوش غلط، الدنيا ملخبطه. ايه امك بتحوش غلط دي يا عبد الله يعني ايه؟ بقول لك يا صباح انا بخرف، سيبيني في حالي، انا مخنوق ايه؟ خلاص الاكل خليني غور من هنا. خلاص يابا ارتحت كده؟ ايوه ارتحت. طالما حمار ما بتفهمش. يا واد انا خدت الاوضه الكبيره علشان احنا 3، انا ومراتي والواد الصغير. انما انت حيالله انت ومراتك. يا سيدي اما تبقى تخلف يبقى تعالى خد الاوضه الكبيره. وبعدين ده بيتي،
انا حر فيه. ايه خلاص يلا الغاو كور. ما تزعلش يا بلال، انا السبب. لولا ان انا ما بخلفش ما كانش كلمك كده. انا ابويا كرهني في الخلفه من اصلا. انا اخلف عيل واقعد ازهقه في عيشته ليه؟ واجيب عيل فين والدنيا كل مدى ما بتضيق علينا. الحمد لله على كل حال. يعني مش زعلان يا اخويا؟ يا بنت صلي على النبي يا بنت. ازعل من ايه؟ ده بكره هتروق وتحلى ديتها بس الراجل ينجح في الانتخابات وهتشوف الفلوس بجد يا بنت. بقول لك ايه؟ هو انا يعني عايز اقول لك حاجه كده. ما تيجي نجرب القطه دي؟ اشمعنى؟ ابويا خلف فيها يمكن يحصل لنا نصيب. بعد اذنك يا معلم ضبط، ممكن نعلق اليافطه دي؟ اليافطه دي بتاعت الحاج لطفي اللي مرشح نفسه؟ ايوه يا معلم. علقها يا ابني، ده راجل طيب. بص علقها هنا كده. تشكر يا معلم. خد يا اكسب. مش كنا مستنيين صباح؟ لما احنا هنتكفي على وشنا كده يا اختي. بنت دايخه معانا، ادي احنا بنتسند على بعض. تعبت يا سعدية. والله سلامتك يا اختي. يلا يا رب من عندك. ايه ده يما ده؟ حسبي اسندي يا عليا. اختي. اسندي حسبي يما، اسندي عليا. اسندي عليا يا خالتي. طيب يا اختي. ليه كده يما؟ ما استنيتونيش ليه كده تخرجوا لوحديكوا؟ انتوا قادرين تمشوا؟ بتيجي يا بنت. اسم الله عليك. طب اسندي. لا يزيجي كان جه من الصبح يا صباح. يا ولية يا ولية بتسامي لسانك اللي زي الفرقية ده حتى واحنا تعبانين. خدوا لك يا صباح ودخليه. لا انا وصلت خلاص. بنت اهو. روحي وصلي خالتك. طب ادخلك يما؟ لا اوعي يا بنتي، انت عبيطه يا بنت، كل شويه اقول لك على يا بنت. يما انت قادره تمشي؟ مالكيش دعوه حبيبتي. خدتك بقى. مهلك يما. سلام يا اختي. على مهلك خلي بالك. سلامتك يا خالتي. اخويا الناس تشوفنا. عاجبك اللي احنا فيه ده؟ يا بنت احنا متجوزين. متجوزين بس ده بيني وبينك الناس ما تعرفش. ده لو الناس في الحته عرفت دول قطعوك. وهون عليك. امال اللي مصبرني؟ انا نفسي كده تتنازل عن سمعتك زي ما انا متنازله عن سمعتي في الحاره. ومالها سمعتك؟ انت سمعتك زي الفل، حد يقدر يتكلم عليك نص كلمه؟ يا اخويا دي الحاره كلها بتتكلم. بتقول ان البت منى بتحب صلاح باشا، اصلك انت رايح جاي مش قاعد هنا فما تسمعش حاجه. انت بتحبيني بجد يا منى؟ طب ما تيجي اوريك الشقه الايجار الجديد اللي انا جايبها لك، شقه على نصيتين زي الفل. يا صلاح لو بتحبني بجد اعمل لي فرح، عرفني باهلي. هو انا يعني مش زي بقيه البنات ما تعمليش فرح؟ ان شاء الله لما علق الدبور. يا اخويا ده وانت امين شرطه مستعر مني، امال لما هتعلق الدبوره هتعمل فيا ايه؟ يا بنت خليكي مفتحه، ساعتها مش هيبقى عليا تحريات من المباحث، محدش يعرف يعمل لي حاجه. صبرني يا رب. مش عارفه ليه مش مصدقاك. بكره الصدق تعرف قد ايه بحبك. ده انت تلاقيك مش قايل لاهلك انك انت تعرف بنت اسمها منى مش متجوزها. هعمل ايه؟ ما هو حظ اسود. على راي امك المنحوس منحوس حتى لو على راسه فانوس. تعالى شيل معايا. يا بنت تعالى اوريك الشقه هتعجبك قوي. لما تعرفني على امك واختك صفاء الاول. صفاء؟ مش عرفك اللي هي اخت اسمها صفاء؟ قريت اسمها على المحمول. وتفتش في المحمول بتاعي ليه؟ وانت ما كنتش ناوي تعرفني عليهم ولا ايه؟ طب قفلها على الموضوع ده، انا ماشي. طب تعالى شيل معايا. مش عايز يعرفني على اخته، بلاش اتعرف عليها انا وانا صغير.
انت بتعيطي ليه يا صفاء؟ حاسة بالذنب. انت مراتي يا صفاء على سنة الله ورسوله. مين قال كده؟ صفاء الجواز العرفي ده زي أي جواز رسمي يعني. أمال ليه حاسة إن أنا خايفة؟ ليه حاسة إن أنا بسرق؟ ليه بنتقابل من ورا الناس؟ ليه أمي وأخويا ما يعرفوش؟ ليه يا خالد؟ عشان المجتمع اللي احنا فيه عايز كده يا صفاء. مجتمع فاشل في انه يحقق ابسط حقوق. مجتمع حرمنا من كل حاجه. حرمنا نتجوز بحجه الشقه اللي مش موجوده، وحرمنا من الحب عشان خايف علينا نغلط يا صفاء. أنا مش عايزة أسمع أي خطب يا خالد. أنا عايزة أحل المشكلة اللي أنا فيها. نفسي أمي تاخدني في حضنها وتقولي مبروك. نفسي أخويا يعرف. نفسي أفضل معاك. نفسي أخلف يا خالد، مش خايفة إني أخلف. أبوس إيدك شوف لي حل المشكلة اللي أنا فيها. طب اهدي بس يا صفاء، اهدي، انت مش مظبوطه دلوقتي. اهدي ونتكلم بعدين. لا بعدين ولا قبلين. أنا ماشية. شفت الخيبة اللي أنا فيها. اتجوزاك وسايبك وماشية. ايه النمرة دي؟ الو. الو، انا اسمي منى، زي ما تقولي كده يعني خطيبة اخوكي. ايه؟ هو صلاح طبعا هيقول لكم على الموضوع، بس تلاقيه مأجلها شوية لحد ما ياخد الشهادة. انا قلت يعني احنا بنات زي بعض واكيد هنفهم بعض. طبعا اكيد. اخيرا صلاح عرف واحدة. بجد انا مش قادرة اقولك انا قد ايه مبسوطة. بس بقولك ايه، انا لازم اشوفك. لا طبعا ما تخافيش، مش ممكن يعرف. بكرة لو عايزة. ماشي، سلام. طب ولو عرف انك كلمتيها؟ ما يعرف. هو فاكر يعني جوازنا كده هيفضل سكيتي؟ يا ضنايا الراجل شريكي ما تضيعهوش من ايديكي. مش هيضيع يا اختي، اطمني ده لابدلي. ده انت في حياتك ما عملت الحركات دي مع راجل. مش عاجب المره دي؟ ايه اللي حصل لك؟ والنبي يا اما سيبيني كده العب اللعبه دي على رواق. والنبي يا اخ شوف لي كده صلاح سعيد نجح. ايوه نجح وجاب جيد كمان. متاكد؟ ايوه نجح. رد بقى، ده انا عايزه افرحك. هو ما ترد. ايوه مين اللي بتخبط؟ مين؟ ايه صلاح؟ ايه صلاح ما انت معاك المفتاح يا معايا حبيبي. المفتاح بس ماليش مزاج افتح. لازم كل البيت يصحى. انا نجحت يا ام، نجحت يا ام صلاح. نجحت يا اخويا. الف بركه، الف بركه يا حبيبي، الف بركه. صلاح بيه يا بنت، يعني تقف انتباه وتديني تحيه من النار. تمام يا حضرة الظابط. يا ما انت كريم يا رب، عوضت صبر خير يا رب. تقدير جاي مش زي ناس. قصدك ايه يعني؟ كل ده عشان جايبه التقدير الشعبي؟ انا النهارده ملك ايديكم، اطلبوا اللي انتوا عايزينه، اكل شرب لبس مصيف، اطلبوا. ان شاء الله يخليك لينا يا حبيبي. بقول لك ايه، عايزاك بقى تفكر في الجواز عشان تبقى الفرحه فرحتين. ان شاء الله يا ام، بس لما ابقى نقيب ادعي لي انت. ربنا يخليك ليا يا رب. قولوا لي بقى عايزين ايه قبل ما ارجع في كلامي. انا عايزه 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ ماشي، النهارده تكون عندي. وانت يا حاج؟ وانا يا حبيبي عايزه اشوفك كده لابس البدله الميري علشان املى عيني منك يا ضناي. ان شاء الله يا ام. الو. ايوه صفاء. ايوه يا منى، ازيك؟ صلاح نجح. عرفنا ان هو نجح، لسه مبلغنا حالا. هو لسه جاي. وبعدين يعني مش هنقضيها تليفونات كده، خلينا نشوف بعض. ايه ده، معقوله النهارده؟ يا اختي مش معقول ليه؟ مش هبقى مرات اخوكي يعني؟ سلام لحضرة الظابط. مع السلامه، باي باي.
صفاء، الله، شكلي حلو في البدله. طبعا زي القمر، احلى ظابط في الدنيا. الله يخليكي. ايه ده؟ طب هتقلعها ليه؟ ما ينفعش البسها دلوقتي، هلبسها ساعه التخرج. طبعا انا معزومه. اول واحده انت وماما طبعا. طب مش هتعزم حد تاني؟ طبعا هعزم كل اصحابي في القسم، كلهم جايين. لا انا مش قصدي اصحابك في القسم. خد علقه دي جوه. حاضر. انا مش قصدي اصحابك في القسم، امال مين؟ يعني حد يهمك. زي مين يعني؟ قولي لي اكون ناسي حد. هي واحده. واحده؟ خالتي هدى، هعزمها طبعا. لا خالتك هدى ايه؟ انا بتكلم عن منى. منى مين؟ منى خطيبتك يا صلاح اللي انت مخبي علينا. ايه يا صلاح مالك في ايه؟ انا كنت فاكراك هتفرح. انت تعرفيها منين وقابلتها فين؟ ولا حاجه، هي كلمتني في التليفون وانا نزلت قابلتها. وانا طردور في البيت؟ تخرجي من غير اذني؟ تروحي تقابلي واحده ثوابت من غير ما تقولي لي؟ ثوابت دي بتقول انها خطيبتك. كدابه، دي بنت ربط. انا كانت تصعب عليا يعني بعطف عليها. دي بنت تاجر المخدرات اللي انا موتته. يا نهار اسود، طب انا اعرف منين؟ عشان حماره وغبيه، عشان لما واحده تكلمك المفروض تيجي تتصل بيها وتقولي لي ايه اللي حصل. انا اخطب واحده زي دي، ما شفتيش منظرها، لبسها؟ انا شايفاها كويسه قوي. وانا بقى هوريها وهوريك انت كمان. ولما تيجي امك عايز اعرف ازاي انت خرجت من غير اذن. ايه يا منى؟ انت نسيتي نفسك يا بت؟ عايزاني ارجعك السجن تاني؟ في ايه يا صلاح؟ مالك؟ مش بقولك نسيتي نفسك؟ اسمي صلاح باشا. مالك ومال اختي؟ بتلف عليها ليه؟ انت فاكره لما تعملي كده هعرفك على امي واختي؟ ولا ادخلك بيتنا؟ يبقى بتحلمي لما تشوفي حلمة ودنك. ولا تكوني فاكره لما بطلع اقعد معاك شويه في البيت؟ بتطلع عندي تقعد في البيت والورق اللي بينا. الورقه دي بقى تبليها وتشربي ميتها. ايه اللي امي واختي يا منى؟ ابعدي عن طريقهم. هفعصك يا منى زي الصرصار تحت جزمتي. مش كفايه ان انا فاتح لك محل ولميتك من الشارع بتصرفي انت وامك واخواتك منه؟ ما تحمدي ربنا بقى. لا يا اخويا ما تزعلش نفسك، المحل بتاعك اهو والبضاعه بلعها. صاحب المحل اظن عارف مكانه فين، يبقى اطلع له وقطع العقد. اصله بيخاف منك يا حضره الظابط. شغل الربح ده ما يتعملش معانا يا بت. لمسح بكرامتك الحاره. انت والمحل وصاحب المحل تولعوا بجاز وسخ. اللخط يا منى. الو، مين؟ ايوه يا باشا يا بتاع الحكومه. روح شارع العرايس نمرة 40 شقة 5 وشوف الأنسة أختك بتعمل إيه. انت مين يا بنت الو؟ أما! إيه يا أخويا في إيه مالك؟ صفاء فين؟ صفاء بقت عند خالتها. مش هناك. البنت مش هناك وتليفونها مقفول. صفاء فين؟ أنا عارفة بقى، علمة كان زمانها جاي. فضلت تداري عليها لغاية ما ضيعتيها. ضيعتيها يا أما! يا لهوي صلاح! ولا يا صلاح في إيه يا صلاح؟ يا حبيبتي يا بنتي! يا حبيبتي يا بنتي! ايه ده انت مستني حد؟ لا خالص. استني اروح اشوف مين. صفاء فين؟ صلاح يفهم صح يفهم صح. احنا متجوزين. الورقة اهي، الورقة اهي يا صلاح، احنا متجوزين. انت بتعمل ايه؟ جاي تشمتي؟ تقتلي القتيل وتمشي في جنازته؟ ما انت قتلت ابويا ومشيت في جنازته. هي اختك احسن من ابويا؟ انت تعملي فيا انا كده؟ اشرب يا صلاح وبكيف. ابوك كان عايز يقتلني، ضرب عليا نار. المسدس كان صوت. وانا ايش عرفني؟ انا قتلته وهو بيصلي؟ ابوك كان تاجر مخدرات وانت اكتر واحده عارفه. انا كنت بأدي واجبي. وانا كمان كنت بقضي واجبي. اختك فرع مايل في عيلتكم، ما اقولكش اسيبك مغفل؟ انت ازاي كنت قادره تقولي بحبك؟ دي بقى الحاجه الوحيده اللي عمري ما ضحكت عليك فيها. كنت بحبك، بس لما عرفت انك انت اللي قتلت ابويا قطمتها. ربنا ينتقم منك. ربنا ينتقم منك انت. ضيعتيني. انت اللي ضيعتني. انت عايزه مني ايه دلوقتي؟
جاي تتفرج عليا وحبل المشنقه حول رقبتي؟ عايزه مني ايه؟ جاي اتفرج على اللي يتم اخواتي ورمل امي وحرمني من احلى حاجه في الدنيا. عارف هي ايه؟ ابويا. عارفه انا نفسي فيها يا منى؟ اشرب من دمك. بالحق يا صلاح، البدله لايقه عليك. هي صح من غير دبوره بس حلوه. مبروك. سلام. خد يا معلم، نص ال 50 جنيه دلوقتي، والنص ده لما تيجي تنتخب بكره، بس هتنتخب لطف، خدك من حمزه ده خالص. وانت شرط، خد يا سيدي. امسك اديله اي خدمه. ماشي تمام؟ بكره تيجي تاخد النص التاني على طول. ماشي. ايه ده؟ الله ايه ده؟ ايه ده؟ خلاص يا كابتن. اسمع انت هو، اسمع انا مش الرئيس تيجي بكره. طبعا اخرته وحش ولا تقدر بلعك قلبك. حاضر يا باشا. يلا يا رجاله يلا. من الحارة المصرية نقدم لكم صورة حية لوداع أهل الحارة لإحدى الفائزات في مسابقة الحج السنة دي، الحاجة نفيسة سيد أحمد. تقولي لنا إيه يا حاجة قبل ما تسافري الأراضي الحجازية؟ يا حبيبتي أقول لك إيه؟ أقول يا رب كبرت خاطري يا رب. الحمد لله، لولا ربنا والبركة في التلفزيون وفي الأستاذ تمام، الحمد لله ربنا كتبها لي. مش عارفة بقى أنا أشكره قد إيه وأعمل إيه. يا واد يا واد يا عبد الله، يا واد عشان تطلع في التلفزيون يا واد. انا بشكر حضرتك جدا وبشكر التلفزيون وبقول يا رب كل ام تحج ان شاء الله. وشكرا يا مصر، شكرا يا مصر، شكرا.